اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. الكرشه والمنبار لما بيتعملوا مع بعض بتكون اكله الروقان، حاجه كده فوق الخيال. تعالوا نشوف عملناهم ازاي بطريقه سهله وبسيطه جدا. اول حاجه كده معانا حله فيها ميه وبتغلي. انا معايا بقى الكرشه بتاعتي غسلاها ومنضفاها كويس وانا عاملاها في محلول نقع، الملح وليمون. واحط بقى الكرشه بتاعتي زي ما هي كده من غير ما تتقطع خالص، واحطها تاخد لها غلوتين. ليه؟ علشان لما بتتحط تاخد لها غلوتين بتاخد حجمها الطبيعي اللي احنا اللي بتكون في الاخر مستويه عليه. اول ما بتاخد الغلوتين كده بروح جايه اخداها شطفاها وغسلها كويس تاني من الميه دي، ومقطعاها القطع اللي انا محتاجاها. باجيب الحله، نفس الحله بعد ما غسلتها كويس، وانزل فيها بحته زبده حلوه كده وشويه زيت. طبعا بقى ايه الماده الدهنيه اللي انت حابه تستخدميها، او ممكن ما تستخدميش ماده دهنيه خالص وتنزلي بالايه بالكرشه بتاعتك على طول. معايا ورق لوري وحبهان وزر الورد وشويه من الفلفل الاسود الصحيح، وكمان لومية مجففة حطيتهم كده في الزبدة والزيت واديتهم تشويحة. اجيب بقى الكرشة بتاعتي اللي انا قطعتها وغسلتها كويس من المية اللي غليتها فيها، وانزل بيها كده على التوابل اللي ريحتها طلعت مع الزبدة والزيت بعد ما اتشوحت كويس. هديها تشويحة بقى واغطيها دقيقة واحدة لحد ما ادق فص ثوم في الهون مع شوية الفلفل الاسود اللي قلتلكوا عليهم. طبعا بقى التركاية ديت بتدي طعم حلو جدا لل للكرشة، وبتخليها ليها نكهة مختلفة وطعمها جميل، وكمان بتخلي الشوربة بتاعتها طعمها لذيذ. هننزل بقى عليها بقى بالقرن فلفل وكمان بصلاية، وهبشر كمان حبيتين طماطم. ممكن الطماطم تحطها صحيحة، بس لما بتبشر الطماطم مع الكرشة بتديها طعم مختلف تماما. بعد ما اتشوحت كده كويس اديها تقليبه، هي بس ريحتها اول ما بتطلع عليكي كده بعد ما بتحطي لها التوابل بالحاجات دي كلها بتبقى ريحتها جباره. محتاجه بس شويه ميه سخنه وخلاص. على كده انا كنت حاطه حله فيها شويه ميه عشان تغلي، علشان انزل عليها على طول. كده هي خلصت معايا، مش فاضل لها غير الملح بس، طبعا الملح بعد ما يستوي. تعالوا بقى بعد نسيبها تستوي براحتها ونجيب معانا الرز والخضره المتقطعه والبصل المفروم. البصل ده معاه قرن فلفل اخضر وكمان كام فص توم كده مفرومين في الكبة ناعم. وطبعا هنزل عليهم بالتوابل والصلصه بتاعتي. واديهم تقليبه، كمان حته زبده وشويه زيت كده يدلعونا الدنيا. اديهم بقى تقليبه كويسه كده. بصي بقى الروايح بقى بتبتدي تطلع من التركات البسيطه دي. انا حطيت التوابل، لما حطيت التوابل على المكونات ديت ريحتها بقت جباره. التوابل بتاعتي حطيت شويه من البهارات المشكله، وكمان فلفل اسود وكمون وملح وكزبره، وكمان شوية من البابريكا علشان اللون وتبقى طعمها جميل كده وجبار. هنبتدي بقى نحشي الممبار بتاعنا. طبعا بقى اي كمية ممبار انت حابة تستخدميها. انا معايا نص كيلو ممبار بس، طلع معايا كمية كويسة وكمان طعمه جبار. ببتدي بقى احشي الممبار بتاعي، بحط صبعيني كده في الممبار وابتدي احشي واحده واحده زي ما انتم شايفين كده، وانضف بقى الممبار من بره بعد ما بحشيه كويس. وطبعا بقى لازم اخلي فيه فراغ علشان ما يتفرقعش مني في الحله. هحشي بقى الكميه بتاعتي كلها زي ما احنا متعودين ان احنا بنحشي كميتنا كلها، وبعد كده نروح على الحله بتاعتنا علشان نسقطه فيها. طبعا انا حاطه ميه بقى على البوتاجاز علشان تغلي. طبعا ممكن تحطيها على الناشف كده من غير اي ميه خالص وتشوحيه، هيعمل معاكي برضو، هيبقى معاكي حلو. انا بقى بس بحب ان انا احط له ميه. هنا بقى الكرشه بتاعتي اديتها تقليبه ونقلتها على عين تانية، وجبت الحله اللي فيها الميه اللي بتغلي ديت، وانزل فيها بالمنبار بتاعي. اول ما بنزل كده المنبار بيلم على بعضه على طول. انزل بقى بالمنبار بتاعي، وطبعا ما تنسيش ان انت تنكهي الممبار، ميه الممبار دي. انا حطيت حبهان وقرنفل ولوري وقرفه، ودلعتها كده اعلى دلع. هغطيه بقى واسيبه يستوي على مهله. وعندي هنا بقى بصلايه عشان نعمل شويه كوسه حلوين كده، عشان نحط فيهم كام حته كرشه كده من الكرشه بتاعتنا. قطعت البصلايه كده ناعم وحطيت عليها حته زبده وشويه زيت كده، ونبتدي نشوحهم. هنا بقى الكوسه عشان تبقى معاكي طعمها حلو، تحطي كده كام فص توم تفرميهم وتحطهم كده مع البصله تشوحيهم يا دوبك بس ريحتهم تبتدي تطلع، بتدي معاكي طعم جميل. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا برضو علشان تديني نكهه حلوه مع الكوسه. حطيت
شوية من الكزبرة والفلفل الأسود والكمون، وكمان شوية من البابريكا، واديهم تقليبة بقى مع الكوسة. عندي بقى الطماطم متسبكة، وطبعا ما تنسيش الملح. طبعا بقى الطماطم عندي متسبكة، لو الطماطم بتاعتك مش متسبكة ممكن تسبكيها الأول وبعد كده تحطي الكوسة. فايه الحركة ديت بتدي معاكي طعم حلو جدا للكوسة بتاعتك. هنا بقى الممبار بتاعي غطيتها بقى كمان وسبتها لحد ما ايه استوت. الممبار بتاعي بقى كان استوى، شلته من المية بتاعته كده او الشوربة بتاعته، وهدهنه بقى ايه، اولع بس الفرن الاول علشان يبتدي يسخن عشان احمره فيه. ممكن تحمريه في الطاسة، بس انا بحب احمره في الفرن علشان يبقى خفيف. يبقى خفيف في الطعم. الحشوة بتاعته بتكون خفيفة، والحشوة والتحمير كمان بيكون خفيف في الفرن، فبيبقى تاكلي ما بتشبعيش منه. هدهنه بقى دهنة زيت حلوة كده، وادخله بقى الفرن بعد ما سخن معايا. وطبعا تعالوا بقى نشوفه بعد ما طلع. نجيب بقى الطبق اللي هنقدم فيه، حطيت فيه شوية خضرة كده متقطعين، ونرص بقى الممبار بتاعنا. وطبعا الكرشة بتاعتنا كانت استوت، وكمان عملت شوية رز بشعرية، ودلعت الدنيا كده أعلى دلع. شايفين الممبار لما بيتحمر في الفرن بيكون تحميرته حلوة، بس لو انت حابة بيكون خفيف. بس انت لو حابة تحمريه في الطاسة مفيش مشكلة. تعالوا بقى نغرف بقية الأكل، بس الأول نرش عليه كده شوية فلفل أسود وشوية ملح. وكده الممبار بتاعنا جاهز، وكمان الرز بتاعي كمان اهوت. تعالوا بقى نغرف الكرشة كمان. شايفين الجمال؟ حطيت الكوسة، حطيت فيها كمان كام حتة كرشة، حاجة كده طعمها جبار. وكمان غرفت الكرشة بقية الكرشة اللي في الشوربة، حطيتها كمان في طبق كده، وطعمها تحفة بالشوربة بتاعتها. جربوها مش هتندمي. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من مطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وكمان ما تنسونيش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميلة. شايفين الجمال؟ حاجة كده تحفة. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. باي.